امبارح في الفرح كان زفة العريس والعروسة فظيعة. انتي بتحضري افراح مختلطة؟ كنت زهقانة شوية وقعدت اتفرجت كده على حلقة من مسلسل. انتي بتتفرجي على تلفزيون؟ في طريقة بيستخدمها الملتزمين والملتزمات في الدايرة بتاعتهم، مش هقدر اقول ان هي بتنفر الاشخاص منهم، بس بتخض. وارد جدا ان احنا في عادات اجتماعية ممكن نكون طلعنا لقينا اهلنا بيعملوها، احنا ساعات ممكن نعملها بحكم العادة، بحكم المجتمع، بحكم حتى لو عدم الوصول لمرحلة كافية من الالتزام. بنلاقي ردود الفعل صعبة قوي، بتخضنا، كأن حد جاب كده ايده وضربك قلم على وشك. بيصعب عليا نفسي قوي لما اكون قاعده مثلا في وسط ناس واكون بتكلم في اي حاجه عفويه تلقائيه، وابدا الاقي فيه صرصره جانبيه ما بين الناس اللي انا عارفه ان هم صحابي وكويسين وملتزمين وكل حاجه، ولكن يبدا ياخدوا جنب. لا بصي، اصل انا ما كنتش متخيله ان انت بتحضري افراح، انا ما كنتش متخيله ان انت ممكن تتفرجي على مسلسل، استغفر الله العظيم يا رب، ايه ده. انا معاكي ان الحاجات دي حرام، لكن في ناس عندهم عدم وصول للوعي اللي يخليهم يحرموا بعض العادات الاجتماعية اللي هم شايفينها مقبولة اجتماعيا لكنها حرام. في حاجات ما بتبقاش تعدي، في حاجات ما بتبقاش مثلا ادمان، في حاجات ما بتبقاش ده السيد عندي، يمكن موقف حصل وعدى. ما ينفعش ابدا ان احنا ندخل كده بعزم ما فينا ونروح رازعين الكلمة في وش البني ادم ونحطه في قفص الاتهام ونحطه في بورتيه كده اللي هو انت اله، انت ما بتغلطش، انت كل حاجة عندك بالسنتي وبالملي، ما ينفعش ان انت تغلط ولا تعمل حاجة حرام. حتى لو كانت الحاجة الحرام دي زي ما قلت لكم مقبولة اجتماعيا، فهو الحاجات دايما اللي تبقى مقبولة اجتماعيا ومش عليها كلام كتير ما بنبقاش احنا عارفين او يعني احنا عارفين انها حرام، لكن ساعات ان احنا بنمارسها عادي بحكم العادة، مش تعدي على حدود الله. بنكون محتاجين ناس حوالينا تاخد بايدينا، مش ان هي تقفل ابواب الالتزام في وشنا. مهم قوي الصحبة، ومهم قوي الناس اللي حوالينا، ومهم قوي الطريقة اللي بيتعامل بيها الناس اللي حوالينا معانا. ما ينفعش ابدا ان انا اكون قاعد في وسط جماعه والاقي ناس، الجماعه دول انا اللي مختارهم بنفسي وعن اقتناع دول صحابي وبحبهم وبحكي لهم ويحكوا لي، لا خلاص، ده بقى ده خرج من شله الالتزام بتاعتنا عشان عمل ذنب عاده، مش ذنب تعدي. ذنب العاده ان انا حاجه بعملها بحكم التعود، البيئة اللي حواليا، البيت اللي اتربيت فيه، حتى لو زهق حاجة عملتها كده، يعني مش مكترث ان انا بعمل كده وعارف وقاصد ان ده ذنب او حرام او حاجة ممكن تغضب ربنا. ومش التلفزيون او الافراح بس، فيها حاجات كتير قوي ما بنكونش عارفين ان هي، او ما بناخدش بالنا من كتر ما هي يعني سائدة جدا وعاديا معظم الناس بيعملوها، ما بناخدش بالنا ان هي المفروض لا ده حرام، لا ما ينفعش ان احنا نعملها. لازم ناخد بإيد كل واحد ملتزم من 10 سنين، زي ملتزم السنة اللي فاتت، زي لسه ملتزم امبارح. مفيش حد كبير على الزهق والفتنة، محدش كبير على انه ياخد في نفسه ويقول ايه ده، وانا كل حاجة بعملها حرام، هي الحياة كلها حرام، طب مانيش عامل. وارد يحصل، وارد. ما تحاولوش تبقوا حاطين الناس اللي بتحاول تجتهد وتلتزم في دايرة من حديد وتقفلوا عليهم وتولعوا تحتيهم نار الحرام والحلال. الناس دي عايزة حد يثبتها وياخد بإيديها ويشجعها ويحفزها ويقول لها احنا مع بعض وهنتجاوز وان شاء الله هنتعافى من اي حاجة حرام، هنتعافى من اي حاجة حتى لو كانت احنا مش قاصدين الحرمانية دي او مش قاصدين ان احنا نعملها، اكتر من علق لهم مشنقة الحلال والحرام.